طيب خلينا نكمل مع بعض كده ونشوف برضو، لان احنا يا جماعه في عالم والعالم بيجري مقارنات والعالم بيشوف ايه اللي بيحصل في كل الدنيا، واحنا كان نفسنا ان يكون الاستقبال افضل من كده بكتير. وناس كتير بتتكلم وبتقول دلوقتي يا جماعه يعني الموضوع خد اكبر من حجمه، خد اكبر. ما هو عبد الفتاح السيسي اللي بيعمل كده، عبد الفتاح السيسي اللي بيصنع هذه الامور، عبد الفتاح السيسي اللي بيحاول ياخد اللقطه، عبد الفتاح السيسي اللي بيضيع وقت الناس كلها وبيضيع وقت مصر كلها وبيضيع كل حاجه. هو ده عبد الفتاح السيسي وده دأبه. تعالوا نشوف الرئيس تبون في الجزائر ولقطه جميله جدا وهو بيحفز لاعبه منتخب الجزائر، وشوف التقارب وشوف اللقطه عامله ازاي واختلاف تام. بص الناس واقفه جنب بعض. هتشوف الفيديو ده ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. خدوا الحكمه من اخواننا واشقائنا في الجزائر. لان طبعا فريق الجزائر ربما لم يوفق حقيقه في البطوله، انما الرئيس تبون مقابلهم قبل حتى ما يسافروا واحضان اهو مقرب من الناس، والناس في اولاده في حضنه والقبلات. يعني ادي النهارده ساعتك ادي اهو صوره، ادي رئيس دولة الجزائر الشقيقة، ادي الحميمية، ادي المشاعر الإنسانية، ادي العاطفة، اللاعبين قريبين من بعضهم، كلهم حاسين بان هم عيلة واحدة، أفراد واحدة، أسرة واحدة، والراجل كلهم أهو. مفيش حضراتكم التباعد الغريب ده، كان يوم فيه كورونا، ده في الشمال وده في اليمين، قادر الناس بيخشوا ويبوسوا كمان ويحضروا. مفيش كورونا ولا حاجة يعني عشان السيسي النهارده خلي الناس تبعد عنه كده، خايف لا يصابوا ويصيبوا أذى. ادي حضراتكم صورة من الصور رئيس جمهورية والجزائر الشقيقة، ادي صورة. انما اللي شفناه النهارده لم نجد له اي تقليد في اي تكريم لاي رئيس دولة خالص، ما شفناش ده. زي ما بقول لكم شفناه 5 مرات في 5 بطولات مع الرئيس مبارك، 5 مرات يا مؤمن. والرئيس مبارك برضه كان ادي حضرتك رئيس استقبال شعبي، ورئيس مبارك دلوقتي هتلاقي الناس موجوده واللاعبين موجودين وابنائه في حضنه ويبوس ويحضن ويهزر وكل ده عادي جدا. وادي الكابتن حسن شحات لسه في المطار، نازلين في المطار. فين؟ في المطار. يعني راح يستقبلهم في المطار. وادي الكابتن شوقي غريب والكابتن احمد حسن اللي كان قائد المنتخب، وادي الكاس وعلم مصر وداخلين الناس. شوفوا بقى حضراتكم ادي الراجل واقف. شوف بقى النهارده الاستقبال هيستقبل الناس ازاي؟ في سجاده حمراء، في منطقه صفراء، منطقه محظوره. بص ايده الاثنين، تعالى يا ابو علي بالحضن، تعالى يا معلم بالحضن، وبوسه هنا وبوسه هنا، وكله يبوس وكله يحضن وهزار وتهريج اهو عادي جدا، وحوار رايح جاي. مش ثانيه وانت ايدك كده وتمشي والصفح وتمشي. خش يا شوقي غريب، تعالى يا ابني خد حضن برضه وبوسه من الريس. شوف يا ابني مشكرين على الكاس ابو الشوق. يلا يا جماعه نخش لاعب على رساله الريس بقى اهوت، نبدا. مبارك يا عم، ادي احمد حسن ومعاه الكاس الموجوده، ويبوس الريس ويتصور جنب الريس بالكاس ويرفع. ايه يا عم ده؟ ما هو يا عم ما رئيس جمهوريه 30 سنه وكان المنتخب 5 بطولات بطل افريقيا. ايه ده؟ ايه الحاجز ده؟ ايه الحاجز الغريب الانساني ده؟ وادي مبارك بيعمل حوار مع كل واحد فيهم وبوسه وحضن وعلم مصر عادي جدا، الناس لابسينه، مش شرط يعني البدله واللي هي الترنج سوت ولازم الكوتشيات، ابدا عادي جدا. خش يا عم، خش يا عبد الظاهر السقا بالاحضان عبد الظاهر، بس الراجل كل واحد وحضن. شفتوا كلام؟ ادي مبارك يا عم، ادي مبارك. مش تقليد رئاسي ده ولا مش رئاسي؟ رئيس جمهوريه ده مش رئيس جمهوريه 30 سنه؟ رئيس جمهوريه. وادي القصر الرئاسي ده راجل راح المطار، انا اسف، راح لهم المطار بقى، ما قالهمش تعالوا لي في العلمين او العاصمه الاداريه او تعالوا لي هناك في شرم الشيخ. لا لا لا، ده في المطار، في المطار.
يستقبلهم ويحتفي بيهم ويحضنهم ويعمل شوف يا اخي ضحكته يا اخي، بيضحك، شوف ضحكته يا اخي. هات لي يا عم السيسي النهارده كان ضحك يا عم في اي منظر يا عم. شوف الضحك، الراجل ده بيضحك قد ايه. ادي يا عم اهو اهو، اقف هنا غيره، يلا هما ثانيه وخلص خلص، يلا غيره غيره وكده ترتيب صوابع ومن بعيد. ابو صلاح غلط، ابو صلاح بس حتى ايه الكوتش بتاعه كده على السجاده الحمراء. فيا جماعه ايه اللي حصل النهارده ده؟ ايه كميه الاستعلاء والاحتقار وكميه الاهانه والتجريح وايه؟ احنا مش في سكنه عسكريه. ليه تهين الناس من حيث اردت ان تكرمهم؟ ليه لازم الناس تنحني قدامك؟ شكل مهين لا نقبله باي حال من الاحوال. وان كان طبعا اتمرر الموضوع رسميا وعدى، فخسرنا الاحتفال الشعبي، والنهارده ايضا خسرنا احتفال رسمي يليق ان يكون احتفال رياضي حقيقي بعيدا عما تم اليوم. بصوا يا جماعه والله العظيم انا عمال اضحك من قلبي يعني، واحنا بنعرض لقطات مبارك. تخيلوا ان عبد الفتاح السيسي وصلنا لمرحله ان احنا بنتكلم عن حسني مبارك ونشيد بيه وباستقباله للمنتخب وبضحكته وبمسكته للكاس والحاجات دي كلها. انت عملت فينا ايه يا عبد الفتاح يا سيسي؟ ما الذي بينك وبين الله حتى تجعلنا نحن نتحدث عن حسني مبارك بكل هذا الفخر والاعتزاز؟ والله بص الحضري لابس العلم وعادي والناس فرحانه. ما هي فرحه بقى، ما هي فرحه بقى، والبروتوكول كله في انك تستقبل الناس حلو، مش في انك تقدر الناس. الناس رايحه ومبسوطه وفرحانه والدنيا جميله. بس انا اللي لافت انتباهي ومضحكني من قلبي من جوه ان في 2026 احنا جايبين حسني مبارك بنشيد بيه وبنشيد باستقباله للمنتخب. فقعد عبد الفتاح السيسي عملت فينا ايه يا عبد الفتاح؟ عملت في وصلتنا المرحله دي ازاي يا ابن اللعيبه؟ عملتها ازاي؟ اهو عملها كده، عملها بالنشفان والتلزيق ده. في المسافه اللي استقبل بها الرئيس السيسي لاعبي مصر بعد عودتهم من المونديال، يعني لاحظ المسافه يعني المسافه مبالغ بها، بحيث اللاعب المصري انه ينحني حتى يصافح الرئيس. هذه اولا، ما يلمس السجاد الاحمر، ما يجلس وياه ويتكلم، لا يطلعون برا يسلم عليه ويطلع برا ويخطب بهم خطاب. اذا تلاحظون تشوفون الامر طبيعي كرئيس دوله مع لاعبين، لو تشوفون الموضوع مبالغ به يعني. في شرم الشيخ حيث نرى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي كان وصل لتوه الى شرم الشيخ. كنا تابعنا معكم في شرم الشيخ حيث نرى الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي كان وصل لتوه الى شرم الشيخ. كنا تابعنا معكم لهبوط طائرة الرئاسة الامريكية لمطار شرم الشيخ. وفي